السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة التفاح القمر دي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. في البداية بس كده انزلي حطي لايك للفيديو، لو ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. عايز اقول لكم بقى ان احنا نعملها بطريقة سهلة جدا واقتصادية، بحبة بيض واحدة بس هنعمل أجمل كيكة تفاح في الدنيا. عايز اقول لكم طعمها بجد بجد في منتهى الجمال، كل المكونات تقريبا متوفرة عندنا في بيوتنا كلها. يلا مع بعض نشوف المكونات. اول حاجه كده نجهز الصينيه بتاعتنا، دهنتها كويس جدا بالزبده، وبعد كده حطيت عليها صوص الكراميل. عملناه مع بعض كتير قبل كده، شايفين هو لونه جميل ازاي وفاتح، وعايزه اقول لكم طعمه حلو قوي. هوزعه كويس جدا في الصينيه، ولينك صوص الكراميل هسيبه لكم في اول كومنت مثبت وكمان في صندوق الوصف. ومعايا هنا التفاح، اي نوع تفاح عندك مفيش مشكله خالص. قشرته ونضفته كويس جدا وقطعت شرايح بالشكل ده، وهرصه في الصينيه بتاعتي كلها. وكمان لو عندك بقى صينيه الطرت او قلب الطرت هتبقى حلوه جدا كمان. هنا بقى رصيت كل التفاح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقول لكم بقى المكونات معانا ايه. اول حاجه معايا كوبايه ونص من الدقيق، معلقه كبيره مليانه من القرفه، كيس من البيكنج باودر، كيس فانيليا وحبه بيض، كوبايه الا ربع من الحليب، نص كوبايه من السكر، ونص كوبايه من الزبده السايحه. اول حاجه بقى هنا في بوله هحط البيض والفانيليا والسكر، وبمضرب يدوي عادي جدا هضربهم مع بعض بالشكل ده، هضربهم كويس جدا واضيف بعد كده الزبده، وبرده هقلبهم مع بعض كويس، وكمان الحليب. انا هنا استخدمت كوبايه الا ربع بس هحتاج برده في الاخر كده ربع كوبايه، فانت برده ابداي بكوبايه الا ربع الاول عشان ممكن نوع الدقيق عندك ما يكونش بيشرب لبن كتير او سوائل كتير. هنا قلبتهم بقى كويس جدا، وعلى الدقيق حطيت القرفه والبيكنج باودر، وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا، اخلي كل حاجه تتجانس مع بعضها بالشكل ده. بعد كده بقى هاخد الدقيق والقرفه واضيفهم على الخليط السائل وهقلبهم بالمضرب كويس جدا. حسيت هنا ان القوام تقيل فحطيت ربع كوبايه كمان من الحليب، يعني كده استخدمت كوبايه واحده بس من الحليب. شايفين المكونات سهله ازاي، وطريقه عمايلها سهله جدا جدا فوق ما تتخيلوا. بعد كده بقى هبدا ان انا اخد الخليط الجميل ده واوزعه كويس جدا في الصينيه. الصينيه اللي انا استخدمتها مقاس 26، ممكن تستخدمي مقاس 24، ممكن تستخدمي صينيه مستطيله اللي هي الوسط اللي هي مقاسها 28. هنا بقى وزعت كل الخليط وهدخله الفرن الرف الاوسط على درجه حراره 180، مشغله من تحت بس لحد ما تستوي معانا ولونها كده من الجوانب يحمر. هشغلها شويه تاخد لون وهتطلع معاكي بالجمال ده. طبعا الفرن بكون مسخناه من اول ما بدات في عمايل الكيك. هسيبها بقى لحد ما تهدى معانا، وبعد كده هبدا ان انا اقلبها. لو الجوانب معاكي مش متسلكه كده تسلكيها بمعلقه او اي سكين او اسباتولا عندك وخلاص كده. هبدا بقى اخد الطبق بتاعي وهقول بسم الله، وهبدا ان انا اقلبها. لازم تقلبيها وهي دافيه. انا هنا كانت كمان لسه سخنه لدرجه ان انا مش قادره امسك الصينيه بايدي، واتقلبتها على طول لاني كنت مستعجله. اتقلبت معانا ما شاء الله بكل سهوله. هبدا ان انا اقطعها بقى، والف هنا وشفا. حلوه جدا، جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده، وانزلوا اكتبوا لي كومنت حلو يشجعني ان انا استمر معاكم. ويلا ندوق العظمه دي بقى مع بعض. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا، سكرها مظبوط جدا. لو انت بتحبي الحاجه مسكره استخدمي كوبايه الا ربع من السكر. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.